حلال وحرام. معنا ومعكم دكتور عادل عبد الله عبد الشكور، المحاضر بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. وسؤال النهاردة بيقول إنه دخل المسجد وقت صلاة العصر. نعم. وهو ما كانش مصلي الظهر، فهل يدخل بنية صلاة الظهر في جماعة العصر ثم يصلي بعد ذلك الظهر ويتبعه مرة أخرى بالعصر، ولا يعمل إيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية هي ركن من أركان الأعمال في الإسلام. فسنجد أن النية ركن من أركان الوضوء، وسنجد أن النية ركن من أركان الصلاة. وبالتالي على المرء إذا ما أراد أن يدخل إلى صلاته أن يحدد نيته. هذه المسألة أو هذا السؤال الذي أرسله إلينا الأخ الكريم فيه خلاف ما بين الفقهاء. فبعض الفقهاء يقولون أن الصلاة هي الصلاة الحاضرة، بمعنى العصر إذا كان هو الحاضر فلي أن أصلي العصر، تماما كصاحب الدار أو صاحب المكان. إذا دخلت إلى مكان فالمكان لصاحبه وليس لمن أتى عليه من الخارج. وبالتالي إذا كانت الصلاة التي سأدخل إليها مع الإمام هي صلاة العصر كما جاء في السؤال، فالنية تكون لصلاة العصر، وبعد الانتهاء من صلاة العصر أقوم بصلاة الظهر. أما عند البعض الآخر وهم الذين يقولون إن الترتيب بين الصلوات سنة، إن الترتيب بين الصلوات سنة عند بعض أئمة الفقه، ففي هذه الحالة إذا دخلت كما جاء في السؤال والصلاة صلاة العصر فمن الممكن أن أنوي الصلاة بنية الظهر ثم بعد الانتهاء منها أصلي صلاة العصر. كل ذلك ليس هناك نص محكم أو ليس فيه نص ملزم أو نص إجباري، بمعنى إذا دخلت في العصر فلا بد أن تجعل النية للعصر وتترك الظهر، أو إذا دخلت في العصر فلا بد أن تجعل النية للظهر ثم بعد ذلك تصلي العصر. الإسلام تيسير عظيم، والإسلام فيه من السبل الكثير والكثير ما ييسر على الناس. وبالتالي إن فعل الأولى فدخل إلى العصر ونوى بنية العصر فهذا جائز، وإن فعل الثانية فدخل إلى العصر ونوى بنية الظهر ثم صلى بعد ذلك العصر فهذا أيضا جائز، وكلاهما جائز عند أئمة الفقه. من قال بهذا لم يمنع ذاك، ومن قال بذاك لم يمنع هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. حلال وحرام مع